إذا رجعنا معاكم مشاهدينا، ننتقل معاكم إلى موضوعنا القادم. أكثر الأعمال الجميلة هي الأعمال التطوعية، فعلا تنمي الحس الاجتماعي للفرد، تعلمه كيفية تحمل المسؤولية، أيضا القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، الاعتماد على النفس، وتملأ وقت الفراغ بأعمال ناجحة وهادفة. وهذا اللي احنا نتمنى أن دائما الشباب يسعون له، اللي هو طبعا الأعمال التطوعية. أكيد، ومن ما يحب الأعمال التطوعية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان اللي أكيد تكثر في هذه الأعمال التطوعية ابتغاء للأجر، أكيد أولا من الله سبحانه وتعالى، ثم مساعدة المحتاجين وتوزيع الوجبات، ويعني حتى لو شيء بسيط بمثلا نوزع بطول ماي ولا تمر وقت على الإشارة. وايد أحب هالشغلة هذه صراحة، ترى شيء بسيط لكن والله كبير يعني الأمانة، وأجر إن شاء الله عند الله كبير. اليوم عندنا في هذا اللقاء بنتين من بنات الكويت المتطوعات اللي في كل سنة يتحفون في فريق زاجل بأعمالهم ومشاريعهم. عندنا اليوم من فريق زاجل الأستاذة شيخة البهدهي، وأيضا الأستاذة هنوف العبيد. نرحب فيكم، حياكم الله وصبحكم الله بالخير. الله يحييك، صبحك الله بالنور. حياكم الله معانا. يعني السؤال اللي دائما يعني يمكن أي شخص يسأله حق شخص يحب أنه هو يدخل في الأعمال التطوعية، قبل هذا كله شيخة اليوم نقول الشخص نفسه وهدفه من هو ينضم للأعمال التطوعية، وكونك يعني عضو في فريق زاجل، ودنا نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا دائما انضمام اي احد حق فريق تطوعي هدفه دائما انه هو ينشر الخير والسلام، يعني دائما نبي الخير حق الجميع. فريق تطوعي حلو انه دائما يكون في هدف معين، وهدفنا احنا بزاجل ان احنا ننشر الخير والسلام، بنفس الوقت نغرس قيمة العمل التطوعي بالكل إن شاء الله. حلو، لأن هدفنا احنا أن أو الفريق احنا بشكل عام زاجل هدفنا دائما ان التطوع حياة لنا ولمجتمعنا. اكيد. خليني اقول شيء حق المشاهدين، ايش رايك؟ ترى شيخة مهندسة، مهندسة ميكانيك مهندسة ميكانيك، وهنوف كذلك يعني مختصة بالنطق ويعني مساعدة الأطفال اللي يحتاجون الفئة الخاصة، الاحتياجات الخاصة. فكل شخص يعني متخصص في مجال ما له علاقة اليوم ب نقدر نقول الأعمال الخيرية، يعني مو متخصصين في الأعمال الخيرية، لكن حبهم اليوم لمساعدة المجتمع وودهم أن يساعدون الناس والمحتاجين، فقالوا خلينا نوفر لهم وقت ونخصص هذا الوقت خصوصا في شهر رمضان ونتطوع حق المجتمع. شيخة أيضا ودي تكلمينا عن، أو هنوف ودي تكلمينا عن مشاركتكم في زاجل، وشنو أكثر شيء تحبون تسوونه وخلال السنوات الماضية وتاريخكم الكبير. مثل ما قالت لك أختي شيخة، احنا نحب يعني كعمل تطوعي ان احنا نشتغل بروح شبابية، ننقل صورة شباب الكويت بصورة حلوة، ان احنا منجزين، احنا ننشر الخير، نحب السعادة، نحب نسعد اللي حولنا. اشتغلنا مع جميع فئات المجتمع لله الحمد، كان لنا بصمة في كل شيء يعني. وأقرب مثال أمس كان عندنا جويلاند، شاركنا مع مجموعة من الفرق التطوعية، وكانوا الناس اللي يجون ياخذون منا التبرعات ذاكريننا، يعني في وحده ذكرت اسمنا، يسلمون علينا، هلا والله شيخه شلونك؟ اقول لهم الحمد لله بخير، انتم اللي جيتوا لنا بالمكان الفلاني، احنا اللي شفناكم السنه اللي طافت عند زاجل، ويجون يحضرون هذه الفعاليه فيعرفونا بالاسامي. اي وكانت يعني انجازاتنا يعني على يعني تقريبا غطينا اشياء صدق محتاجها المجتمع، غير افطار الصائم اللي احنا يعني متميزين فيه بكل سنه وبدينا فيه. كنا نوزع بالصيف مع الكي اي بي، تعاوننا معاهم، وزعنا بطول ماي مع الحافظات اللي هي تحفظ الماي البارد حق اللي بالبنزين. البر تدرون عقب الكورونا اغلب الناس كانت ما عندها الا البر تكشت وتغير جو فيه، فكان البر تالف، فسوينا حمله نظفنا فيها البر ان شاء الله عليكم، وبدلنا بدلنا بدال يعني نخلي المكان نظيف وبس كذي، لا زرعنا. وبعد شنو سوينا؟ وايد اشياء، وايد اشياء جزاكم الله. يعني ما نقدر نقعد كذي، يعني ما يمر وقت فتره على مرحلتين، كسوه العيد وقبل المدارس بعد سوينا. وزعنا، خلينا معرض كبير للاسر المتعففه، تقريبا غطينا اكثر من 100 اسره بكل معرض، كان سوينا 2 وتوزيع يعني
كانوا يدشون يختارون الملابس اللي هم يبونها، لان دائما نقول انه لا نقيد الاسر المتعففه بملابس معينه هم ما يلبسونها. هذه كانت الفكره وايد حلوه فعلا، حبيتها. فيدشون يختارون اللي يبونه كأنهم بالسوق وهم اللي طالعين، ما شاء الله. وفي مسوي لهم كنا فعاليات حق الاطفال وكل شيء. هذه الافكار حلوه ترى، وافكار جديده ما تعودنا عليها. هل معروف ان مثلا تبين تقدمين تبرعات او اي شيء او اعمال خيريه تحطينها بعلبه، تحطين اللي تبينه، لكن مثل المعرض اللي سويتوه ان هم يدخلون ويختارون، هذه الافكار كلها من وين تجي؟ هل تقعدون كفريق مثلا كل واحد يعرض عنده فكره، يشوف حاجه مثلا هالشخص هذا لامر ما يلتمس فيه احتياجه؟ احنا دائما نقول الاعمال التطوعيه تنمي كذي الحس الداخلي، يكون مختلف عند اي شخص ثاني. الفكره ما تطلع من شخص واحد بس، يعني قعدتنا احنا كلنا بالفريق فوق 16 شخص نقعد نطلع افكار، يلا حطوا افكاركم كلها، نرتب كل الافكار وكل الافكار تطبق، بس ما نقول انها تطبق حالا بالا، بس تطبق ان شاء الله على مدار السنين ان شاء الله. يعني يكون عندنا وقت، مثلا طاف شهر، مستحيل نقعد شهر كذي، نكلم بعض، لازم ميتنج قريب الحين، لازم نسوي شيء، نقعد ها شنو الاهداف، تعالوا تذكرون الميتنج اللي طاف في شيء ما سويناه، قلنا كذي متى نسوي، متى نعدل، يلا اي. فما يطوف وقت كذي. قبل كنا ننطر رمضان عشان وجبات افطار الصائم، كان نقول لا احنا ما نبي نقعد يعني بس برمضان نسوي شيء، احنا نبي سنه على نفس الموضوع يعني. ونبي زاجل ما يعني مو بس ينتشر بالكويت، يعني ودنا نطمح ان نوصله حق برا، ليش لا؟ ليش ما نروح برا؟ انا ودي اقول لكم شغله يمكن لاحظتها عبد الرحمن، مبين الفريق والتعاون هذا تكملون بعض ما شاء الله بالحكي، يعني ترى هذا مو دائما، مو دائما. تدري شنو بتقول ها؟ قاعد تكمل عنها، مبين ما شاء الله. وترى الامانه احب اذكر شغله، ان فريق زاجل يعني مو اللقاء الاول معاهم طبعا، كل مره يكون في احد معانا عضو جديد بالفريق ويكلمنا عن الاعمال، والكل ما شاء الله عارف ومطلع جيد لكل الاعمال، يمكن حتى الناس اللي تشتغل معاكم من برا الشركات عارفينهم ها، صح، وعارفين الناس قاعده تتعامل معاكم. فهذا الالمام اليوم بالعمل التطوعي، انا مو بس قاعد اروح اني والله بوزع وجبات وبمشي، لا صح، انا عارفه ومجتمعه ومعاهم بالجروب ها بالضبط. معاهم لا اجتماعنا يعني مو نفس اي اجتماع، مو رسمي، لا لازم. وهني تي الخبره والتجربه. اي التجربه، وتعرف الشخص اللي قدامك بعد يعني عدل. صح. لا احنا بيننا يعني انتماء مو طبيعي ترى. ومبين هالشيء هذا، وخصوصا لما نقول فريقي تشتغل مع بعض ويحط الافكار ويطبق هالافكار بشكل عملي. لكن يعني اليوم هذا السؤال ترى مشترك بينكم، يعني اللي يحس ان هالشيء هذا قريب منه، اذا نقول ايش كثر العمل التطوعي ياثر على حياه الفرد نفسه ويغير حتى من شخصيته. مجال عملكم مثل ما قال زميل عبد الرحمن مختلف تماما، يعني مو انه قاعد تشتغلون بالعمل التطوعي في مجالكم نفسه. ايش كثر غير شخصيتك مثلا هنو؟ كبدايه اول ما رحت يعني بديت معاهم زاجل كنت متطوعه 2018. كنت استحي اخذ البوكس على جنب واروح اقول لهم شنو الاغراض، ايمع كذي بروحي واروح بهدوء استحي. بعدين الله يذكره بالخير اخونا يوسف كان يقول لي انت ليش تقعدين بالزاويه؟ يوسف فاضلي اللي ما طبعا مشغول مشغول، يعطيه العافيه. اللقاء الجاي تكون عسى على القوه نبيضها عن قلم. ما شاء الله. فشنو بعدها بديت يعني شوي تعرفت على البنات، قمت اخذ واعطي وياهم، وسبحان الله كل سنه يجون فئات جديده نختلط معاهم ونتعرف عليهم. شيخه تعرفت عليها كانت جروب العيش. جروب العيش احنا كان جروب هذا كان يعطينا اسامي اول سنه، هم نفس هنوف كنت متطوعه. فكل جروب يعني كل تقسيمه له اسم، فانا كنت مستلمه المطبخ، ابد الجدر قدامي واحنا نطبخ. فانا كنت من جروب العيش، هنوف كانت من جروب البوكسات والتوزيعات وكذي. فيعني لما تعرفت علي لا شيخه اسمي حتى بتليفونها شيخه من جروب العيش، يعني انا وايد ضايقت لما شفت الاسم. شيخه عيش شيخه عيش. بس شوي يعني سبحان الله دشينا كاعضاء انا وهنوف، ويعني خذينا على المكان، والحمد لله يعني انا اشوف زاجل مكان يصقل شخصيه الانسان. يا سلام. وانا متاكد ان اليوم الشباب والبنات اللي قاعد يسمعونكم يعني ودهم يشاركون باعمال تطوعيه، اللي ما عنده شيء بالماضي يدق على زاجل يسوون فولو انستغرام وكلمه، كل شيء موجود كل شيء موجود. تحيه ايضا للاستاذه العانسه
جنال الجناعي يعني كذلك والاستاذ علي الديهان وكل شخص يعني قاعد يشارك ومؤسس هذا الفريق عدل. صح. وانتم اعضاء وايد مشروعات تأسيسية. طبعا ما ننسى اطياب المرشود، أطياب يعني المرشود. مظلتنا يا الاساسيه. سلام على الدعايه. طبعا. نعم. الحين ما بقى شيء على رمضان، طبعا زاجل ما شاء الله دائما عندكم افكار حلوه، مثل ما ذكرنا يعني معروفين برمضان اللي تسوونه والاعمال الخيريه. شنو مجهزين الحين؟ شنو اخر شيء قاعدين تحضروا له وتجهزون له؟ زاجل هالسنه غير عن كل السنين، شلون؟ مسوين نقله، يعني هاليومين راح يشوفون مفاجاه كبيره بانستغرام. احنا شخصيتنا هويتنا كلها راح تتغير. طريقه التطوع هالسنه راح تتغير. عندنا فعاليات برمضان غير توزيع افطار صائم، وان شاء الله يعني راح تكون بدايه حلوه لنا هالسنه. نصرح عنها ولا نخش؟ نصرح عنها. ليش ما نصرح عنها؟ اعطيتهم تراتيب يعني راح تتغير هويتنا، يتغير لوجونا. ان شاء الله راح يكون في حتى احنا بالتلفزيون بيتغير هويتنا. ان شاء الله ان شاء الله. راح يكون في افطار جماعي ان شاء الله. افطار جماعي بالمباركيه ان شاء الله. وراح يكون مشاركه بنك الخليج ان شاء الله. ما قصروا. يوم كامل راح نقعد بالوجبات اللي وزعناها نقعد معهم بالمباركيه ونتفطر معاهم ان شاء الله. وفي طبعا اشخاص مشاركين معنا بس احنا منظمين معاهم، يعني في جدول لهم خاص. هالسنه كالندر كامل يعني يتفول كل يوم، متروس الجدول من اول من رمضان يبي يدش معنا يلا من الحين ما شاء الله طارت الايام. ونطمح يعني ان ندخل معنا فئات خاصه بما اننا مهتمه بالفئات الخاصه، وان شاء الله يعني يكونون معنا باذن الله تعالى. ونعلن يعني بالعمل التطوعي، يشاركونا دام انهم مهيئين اجتماعيا، ليش ما ندمجهم معنا؟ صح. شيء حلو وعشان يتقبلهم المجتمع. نعم. يعني انا تقصدين دمج بين المجتمع؟ اي انا مثلا ادرس فصول دمج داون، فاشوف تاثير الدمج هذا بفئه الطلبه نفسهم، انه شلون يساعده، يشوفه مثلا بالفرصه. هو ساعات تصير عنده صعوبه مثلا يبطل كيس البطاط، يساعده. واجتماعيا تشوفونهم يعني خلاص ماخذين علينا، ما يصير في ردات الفعل اللي والله يكش منها من اللي معاه ولا لا، بالعكس متقبله مثل ما هو. اكيد اكيد. اي فنتمنى هالشيء يكون يعني على نطاق اوسع بالمجتمع ان شاء الله. امين يا رب، ويقويكم ويعطيكم الصحه والعافيه، ونشوف فريق زاجل يكبر كل سنه ان شاء الله, إن شاء الله. ويقدم اعمال اكبر ومشاريع اضخم الله. بالكويت وبرا الكويت ان شاء الله. إن شاء فريق الله. زاجل احد الاعمال التطوعيه والجروبات اللي قاعد تجتهد اليوم في ان توصل رساله الحب والسلام، خاصه في شهر رمضان المبارك، ابتغاء للاجر من الله سبحانه وتعالى ومساعده المحتاجين. ترى هذا جزء بسيط من جروبات وايد في الكويت قاعد تشتغل، صح. ويعني قاعد تأدي وقاعد يعني نقدر نقول ترد للمجتمع بعض من عطاءاته. اكيد يعطيكم العافيه. الله يعافيك. وشيخه نورتونا وجدا استمتعنا في لقائنا معاكم، وحبينا فعلا ان احنا نبرز هذا الجانب في اهل الكويت وشباب الكويت، حب الاعمال التطوعيه. بعد الفاصل مشاهدينا لنا عوده.